ملحوظة صغيرة لازم تخلّي بالك منها عشان تحافظ على دهان العربية بتاعتك، وتحافظ عليه ويعيش معاك لأطول فترة ممكنة. ابعد عن أي شجرة تلاقيها عندك في الشارع، حاول ما تركنش تحت أي شجرة. الشجر ده من أكبر الحاجات اللي بتأثّر على دهان عربيتك، لإن الشجر نفسه بيطلّع مادة صمغية. كانت عربيتك ساعة أو أقل من ساعة هتلاقيها متبهدلة نُقط من المادة الصمغية ديّة، خاصةً لو عربيتك لونها فاتح. ده غير طبعًا إن الشجر بتُقف عليه العصافير طبعًا، وما أقولكش العصافير ممكن تعمل إيه على دهان عربيتك، خاصةً لو أنت استنيت عليها أو سِبت فضلات العصافير فترة طويلة مع الشمس. للأسف بتثبّتها، حتى لو غسلت العربية بعديها أكتر من مرّة، للأسف بتسيب أثر في البوية بتاعة العربية. ده غير طبعًا إن الورق اللي بيقع من الشجر بيخش طبعًا في الفِبر أسفل المساحة، وطبعًا في الشنطة من ورا. حاول على قد ما تقدر تركن بعيد عن أي شجرة تلاقيها قدّامك، أو لو أنت ما فيش ركنات عندك في الشارع واضطريت إن أنت تُقف تحت شجرة، حاول تغطّي العربية بتاعتك أو تشوف لها غطا يحميها من كل العوامل اللي بتأثّر فيها، عشان تحافظ على دهان عربيتك ويفضل يعيش معاك فترة طويلة بدون أي مشاكل فيه.